السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم في فيديو جديد. حط لايكات كتير على فيديو النهاردة، اشتركوا معانا في القناة لو انتم مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة يا جماعة تاني يوم المقلب على طول. انتوا عارفين ان انا عملت امبارح في ماما سحورة مقلب، قلت النهاردة اما ادخل بقى المطبخ اعمل اكلة كده واحضر الفطار. يعني هي كانت داخلة تعمل الاكل، قلت اما ادخل كده ارضيها واقول لها كلمتين حلوين وحنينين كده عشان ارضيها. لكن للاسف والله يا جماعة ما اترضت نهائي. تقول لي برضه هتخش تعمل الفطار وبرضه مش مسامحاك، وعماله تقول لي مش مسامحاك على المقلب، مش مسامحاك على المقلب. فانا بجد عايز ارضيها ومش عارف اعمل ايه. اللي عنده طريقه ينزل يقول لي تحت في التعليقات. انا بفكر كده بكره ان شاء الله انزل اجيب لها هديه كده ولا اي حاجه بجد. يعني انا ما اقدرش خالص كده عن ماما سحوره ان هي تكون زعلانه مني او حاجه، لانها زعلانه بصراحه. تقول لي مش مسامحاك وهي بتكلمنا عادي، بس عماله تقول لي بقى مش مسامحاك اعمل الفطار وبرضه مش مسامحاك. فعايز اجيب لها حاجه كده، ان هي مثلا تكون هديه بسيطه وتكون في نفس الوقت ايه، حاجه تفرحها. فاللي عنده فكره ينزل تحت كده في التعليقات يقول لنا بقى ايه اجيب لها ايه. لان بصراحه ما اقدرش ان انا اخلي ماما سحوره زعلانه مني خالص بامانه. بس الفكره ان هي نفسيتها صعبت عليها قوي لما احنا قلنا بقى ايه في المقلب انا ومحمد ان احنا ماشيين ومش هنقعد هنا، رغم ان انا قلت لها اصلا ان هو مقلب في الاخر. راحت هي قامت قايله لي بقى ايه هتمشي وتسيبوني بعد ما اترملت على دي الكلمه بقى ايه اللي نفسيتها صعبت عليا. انا نفسي اتاثرت بس ما بينتش ان انا اتاثرت قدامها. لكن يا جماعه والله العظيم امي دي يعني بصوا كل حاجه في حياتنا والله بجد، يعني كل حاجه لينا احنا بنعمل كل حاجه ده عشانها هي وعشان نرضيها، ومن غير تصوير وبتصوير وبكل حاجه. دايما باخدها معايا، دايما بفرحها، دايما بجيب لها هديه من غير تصوير والله العظيم يا جماعه. فانا بقى زي ما انا قلت لكم كده، انزلوا تحت في التعليقات قولوا لي بقى ايه ارضها بايه كده يا جماعه. لازم أنا اجيب لها هديه بكره ان شاء الله، تكون هديه حلوه. تمام. فاللي عنده فكره يقول لي زي ما انا قلت لكم. هنا بقى دخلت المطبخ على طول. انا داخل المطبخ اصلا من ساعتها، مع عليكم ان انا حكيت لكم في الموضوع ده الاول كده في اول الفيديو عشان تكونوا عارفين فكره الفيديو من البدايه. دخلت المطبخ جبت كله لحمه، انا اللي نزلت اشتريته برده كله لحمه مفروم، عشان برده ما انا قلت لكم عايز ارضيها ان انا اجيب لها اي حاجه. المهم جبت اللحمه مفرومه وسبتها تفك شويه في الشمس، كده كده الشمس بتكون على البار. ففتحت الباب فضل ايه لحد ما فكت خالص لوحدها في الشمس. وجبت هنا بقى ايه بهارات الحواوشي. هعمل بقى النهارده ان شاء الله شويه حواوشي. ماما سحاره بتحب الحواوشي منا قوي يا جماعه. حطيت هنا كده يجي حوالي كيس، يعني كيس بالظبط. الكيس ده كان فيه يجي ربعه، وحطيت يجي ايه سبت في الكيس ده اللي هو يجي الربع بس. يعني اعتبر خدت كيس واحد. وهحط شويه ملح. وجبت بقى قرنين فلفل اخضر، وكان في شويه كده كانوا معمولين محطوطين في التلاجة حمر، محطوطين برضو بيبقوا في الحواوشي حلو، وبديله بيحمروا كده وبديله لون حلو قوي في اللحمه. وبدات ان انا اقلب كل ده ببعضه بقى. جيت اقلب بالمعلقه لقيتها بصراحه مش نافعه خالص، قلت لا بلاش معلقه، نخش بايدينا على طول. اهم حاجه تكون ايدينا نظيفه. غسلت ايدي الاول، وبدات بقى ان انا كده ايه اعجنها. والحته اللي متلجه عشان تاخد بقى كلها من البصل ومن الفلفل ومن كل حاجه. هنعمل بقى النهارده شويه حواوشي عسل كده يا جماعه، يعني بجد لازما شويه حواوشي كده يكونوا حلوين قوي عشان نحاول كده نرضي ماما سحوره برضو تاني كده في اخر الفيديو. هنا على طول بقى ايه بدات كده ان انا اخلط كل ده ببعضه اهو. ولازم يتحط ملح. كنت المفروض حطيت شويه شطه بس انا ما رضيتش احط شطه، لان طبعا احنا في الصيام. وكمان الشطه انا حاطط شطه اللي هي الخضراء والشطه الحمراء، فخفت لا تكون حراقه شويه. فقلت ممكن لو حطيت شطه هتبقى الحدق بتاعها عالي وكمان هتبقى حراقه واحنا في الصيام، فقلت لا بلاش. هنا حطيت شويه بهارات اللي هو السبع بهارات، عشان برضه ما حطيتش الا شويه البهارات دول وشويه ملح. وكمان حطيت اللي هو الكيس اللي بتاع البهارات الحواوشي بس، مش اكتر من كده. والفلفل وبصلتين كده ضربتهم في الكبه، بصلتين تلاته حسب ما انتوا بتحبوا البصل كتير في الحواوشي حطه. وبدات كده ان انا المهم على بعض عشان تبقى الحاجه كده ايه مترتبه قدام الشخص وهو بيعمل وكده. اهو بصوا اللون بتاعها عامل ازاي. هجيب بقى ايه بصوا. بصوا بقى هعمل ايه. احب كده الحته تبقى نضيفه جنبي، وانتوا عارفين الكلام ده من زمان. هنا جبت صينيه اللي هو الصاج، وجبت العيش ده. العيش ده عايز اقول لكم اللي هو عيش الحواوشي، ممكن تعملوه عجينه في البيت على فكره، اسهل عيش بيتعمل هو العيش ده. بس انا قلت بقى ايه عايز انجز في الوقت وعايز اخلص، فمش لازم ان انا اعمل العجينه بقى. دخلت بقى هنا على طول. كنت رايح اخترع حاجه كده بس للاسف لقيتها هتفشل، فقلت لا. كنت بقطع كده اول حته من الرغيف عشان تبقى بالشكل ده. فقلت لا انا كل شويه هقطع حته عيشه والرغيف مش هيكون مدور، قلت لا مش هعملها. فهفتح انا بايدي، يعني باسهل حاجه بالايد كده على طول. هتسالوني وتقولوا لي طب احنا يا عادل نجيب العيش ده منين؟ في ناس متاحه عندها الكلام ده وناس لا. اقول لكم على حاجه. كل الناس اللي هي بتعمل قرص كوماج قرص قراميش اللي هي المقرمشه دي قرص بالعجوه الكلام ده على فكره بيعملوا العيش ده عادي. تروحوا لهم وتقول لهم احنا عايزين عيش حواوشي، هيقول لكم مثلا نص ساعه ربع ساعه اما يجهز، وبعدين تروحوا تجيبوه. الرغيف بيكون ب 2 جنيه ونص. تمام. هنا بقى كنت انا جايب الكميه دي كلها، هبدا بقى ان انا افتحها كلها زي بعضها. وبعدين بقى ايه ارجع لكم بقى تاني علشان نبدا ان احنا بقى ايه نملاها باللحمه. هنا بقى جبت ازازه زيت.
وجبت هنا الصاجه، نقلت ده على الصاجه الصغيره عشان الصاجه ده ايه اللي هسوي فيها. وجبت هنا بقى شويه زيت مش كتير يعني ما تكتروش، يا دوبك بس ايه ادهن الصينيه كده، وكده كده ايه هيبقى سمين يعني، وهينزل السمانه اللي فيه وكده، تبقى يعني ماده دهنيه. هنا بدات بقى ان انا كده امسك الرغيف. بص، حته مش كبيره علشان ما يبقاش فيه لحمه كتير وما يبقاش تخين على الفاضي، يعني ما يبقاش ليا تخين وكده، تبقى حته لحمه تبقى في المعقول زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط. بدأت بقى كده ان انا افردها، وبعدين بضغط على الرغيف علشان تمسك من فوق ومن تحت، تبقى ماسكه العيشه نفسها لما تيجي تستوي، مش تبقى سابت العيشه ومشيت، لا تبقى ماسكه ببعضها لما نضغط عليها. بص بقى كده بدأت ان انا افتحها كده في الرغيف كامل متكامل اهو، واعبي فيها، واقوم ضاغط عليها بايدي كده، يعني اضغط ضغطتين ثلاثه بكلوة ايدي كده، بتقوم ثابته زي ما هي بقى في اللحمه، يعني العيش بيمسك في اللحمه، تبقى كلها متماسكه مع بعضها علشان ما تفكش ولا حاجه، وبتستوي في ثواني وبتخلص. هنا بدأت بقى احشي بقى كده على طول، يعني ده تالت رغيف اعمله معاكم، يعني بخلص بسرعة يا جماعة، انا سريع برضه على قد ما انا كده بس سريع. كنا احنا اصلا هنا بالظبط كنا قبل المغرب، فقلت بقى ايه اما نخلص بدري بدري عشان نقعد بدري بدري. يعني مثلا الحواشي ما بياخدش اي حاجة، ده في 5 دقايق والله بيخلص يا جماعة، فعلا حرفيا بين 5 دقايق بيخلص. بدأت كده ان انا اعمل فيه، يعني بفرده كله زي بعضه، وعلى طول بدأت ان انا اعمله اهو، واضغط عليه على طول كده ويتعمل. وهبدأ بقى ان انا اعمل الرغيف ده كمان، قلت اوريكم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة عشان تاخدوا بالكم كمان. وبفرده بقى في الرغيف كامل من انهي ناحية، على فكرة ممكن تعملوه من الناحية اللي تحت الناحية اللي فوق براحتكم، وتقوموا راجعين ضغطين. الاهم حاجة ان هي بس ايه الضغطة اللي انتوا تضغطوها في الاخر دي، عشان يطلع في الاخر متماسك في بعضه، وما يبقاش اللحمة في ناحية والرغيف اللي فوق في ناحية والناحية اللي تحت في ناحية، يبقى كله زي بعضه اهو. وبرضه حاجة مهمة، لازم ان اللحمة تتفرد في الرغيف كلها، عشان لما تتفرد في الرغيف كله بتيجي تبص تلاقيها ايه، يبقى كله من الاطراف بيكون فيها. انما لو في النص هتيجي تاكل الاطراف بعد ما يستوي، هتيجي تبص تلاقي الاطراف ملهاش طعم، لانها هيكون عيش بس، فلازم أن تفردوها في الرغيف كامل. بدأت بقى كده ان أنا افرد اخر واحد بقى، وبعدين اعمل الكمية كلها مع نفسي بقى ايه من غيركم. اخلص بقى الكمية وبعدين ارجع لكم تاني. هنا بقى خلصت الكمية، ده كان اخر واحد. عملت بالظبط حوالي 17 رغيف، اعتقد 17 رغيف. دول جم بالظبط بكمية اللحمة اللي كانت معايا، كيلو من اللحمة. وبدأت بقى كده ان انا اعمله احسن من اللي في المطاعم، احسن من اللي في الشارع، وده احطه في الفريزر يعني ايه لمرة تانية، او في التلاجة من تحت. ومضمون يا جماعة، ممكن احنا نجيبه من الشارع من محل ما بيبقاش مضمون، احنا كده دلوقتي جايبين اللحمة عارفين مصدرها ايه، الزيت العيش كل حاجة موجودة في البيت، وناكلها على ضمان. من الاخر كده مفيش احسن من الحاجة المضمونة في البيت، فجربوه والله هيطلع معاكم مظبوط، وهيطلع معاكم حلو واحسن من بتاعي كمان، يعني هيطلع احسن يا جماعة، انا متفائل انه يطلع احسن من بتاعي لما انتوا تعملوه كمان. هنا بدأت بقى كده ان انا ادهن كده من الزيت، جبت فرشة وشوية زيت عشان ايه ما يتحرقش. والستة دول برضو مش هسيبهم كده لوحدهم، قلت برضو اما ادهنهم زيت، كنت نسيت ادهن الصينية، بس كده كده ايه هتنزل زيت يعني من عليها، كترت على الوش بتاعها شوية. بدأت بقى كده ان انا ادهن كله زي بعضه من الزيت علشان يبقى كله متحمر وحلو. وهبدأ بقى ان انا اطلع فوق على السطوح بقى، بس اما اخلص بقى اشيل الحاجة دي كلها. وجبت هنا المقصوصة دي علشان هقلب بها على السطوح واطلع بقى فوق على طول، يلا بينا. هنا بقى على طول كنت ولعت الفرن لحد ما سخن، كنا بالظبط قبل المغرب يجي بساعة واحدة. دخلت بقى على طول كده، حطيت بقى كده ايه اول صينية، حطيت اول صينية كده في نص الفرن، تكون نار واطية من تحت علشان ما يتحرقش، واسيب دي كده ايه مع الصهد عشان تسخن كده حاجة بسيطة. هنا بعد مرور فترة كده، على فكرة ما بياخدش سوا حاجة، ده بيخلص بسرعة، بيخلص بسرعة قوي. هنا بقى ايه حسيته بدأ يتحمر كده ويمسك في بعضه، فبشوفه عشان لو ممكن يتلدع ما اخدش بالي بتاع. وبيكش يا جماعه، يعني شوفوا كده في الصينيه ايام ما ساعه ما كنت حاططها ما كانش في مكان، دلوقتي عاد في مكان ياخد اتنين كمان. فانتوا بقى تعملوا ايه، كل لما تلاقوا الصينيه خست معاكم ومعاكم كميه تانية تقوم حاطين واحد اتنين كده، واللي يتحمر نحطه فوق، او نقلبه يعني نحط فوق واحد تاني او نقوم قلبينه اهو. بدات ان انا اقلب كده، انا كنت بقلب علشان اشوف بس ايه في حاجه احمرت ولا لا، واعرف درجه الحراره بتاعه الفرن وكده. وجبت الرغيف تاني وحطيته، وعلى طول اسيبها تاني في الفرن شويه، تفضل بقى شويه وبعدين نشوفها. هنا بقى خلصت الكميه كلها احمرت وبقت مية مية. بصوا بقى يا جماعه، على نار واطيه، يعني كنت مخلي النار واطيه قوي علشان يبقى مش مقرمش قوي ولا طري قوي، يبقى ايه بين البنين كده. بص بقى شكل الحواوشي عامل ازاي. هبدأ بقى ان انا ارصه كده فوق بعضه علشان يصفى من الزيت خالص، يعني يصفى خالص من الزيت، واخلي الصينيه بقى ايه بميل كده، عشان طبعا احنا في الصيام ومش ناقصين بقى دهون ولا كلام من ده. بدأت بقى كده ان انا احط بقى كده فوق بعضه، اعمله ايه كذا رصه كده، احط كل 4 فوق بعض اهو.
وابدا بقى ان انا اجيب الكميه التانيين. بصوا بقى يا جماعه شكل الحواوشي بجد جميل 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 جميل. وهسيبه في الفرن على فكره، بعد ما اعمله كده هسيبه في الفرن وهدي عليه النار خالص من فوق، هطفي من تحت وهدي عليه النار خالص من فوق، علشان ايه؟ على قرب المغرب يفضل سخن زي ما هو، ما يجرمش ولا حاجه. وهبدا بقى كده ان انا احط بقى كله زي بعضه، اعمل بقى زي ما انا قلت لكم كده 4 فوق بعض، 4 3 حسب ما يجي. وممكن تعملوا نص كيلو، بس نص كيلو من اللحمه على فكره هيفرط معاكم برضو، تعملوا نص الكميه دي، يعني هيعمل لكم يجي حوالي 10 رغيفه، 10 رغيف حواوشي، ممكن يعمل لكم 10 او 9، فحلو مش وحش وكمان مضمون. نص كيلو بس هيبقى حلو. ولو عايزين تكتروا في البصل هيفرط معاكم كتير، كتروا في البصل مفيش مشكله. بدأت بقى كده ان انا احط ده اخر رغيف. بص شكل الحواوشي بقى، اللون بتاعه بجد جميل قوي، ولا محمر قوي ولا ابيض قوي، في المعقول. وعلى طول بقى ايه اسيبه كده بقى ايه في الفرن، واطلع السجة دي فوق، هسيبه بقى ايه في الفرن شويه، وهدي عليه النار زي ما انا قلت لكم، وقارب الباب بتاع الفرن. وقت الفطار بقى نبقى نجيبه بقى من فوق عشان يفضل سخن، لان الحواوشي بالذات لازم يتاكل سخن سخن، ويكون متصفي من الزيت كمان. اهو. اللي بيكون في المحلات بقى بتيجي تبص تلاقيه كله سمين تقيل، العيش بتاعه تخين، ما بيبقاش حلو زي ده خالص، يعني خالص خالص. هنا انا بوريكم بص قد إيه عامل ازاي، ان هو مقرمش. واحطه بقى في الفرن كده مع نفسه. هنا بقى كنت خلاص، القرآن المغرب كان بيقول، وكنا خلاص بقى رايحين نفطر، قلت بقى ما اقدم منه كده، احط بقى لكل واحد ايه. انا زودت الكميه، اللي عايز ياكل ياكل، بس والله العظيم يا جماعه انا الواحد كل واحد بالعافيه، يعني انا حاطط في كل طبق 3 ورجعت زودت واحد في كل طبق 4، بحيث ان التقديم يبقى حلو كده، واللي عايز ياكل ياكل، لو واحد نفسه مفتوحه او حاجه. جيت ابص والله ما حد، كل واحد بالظبط كل واحد، والباقي ده كله بقى ايه هنديه لحبايبنا بقى كده يا جماعه، لان في رمضان بالذات الاكل اللي بيفيض مش بيتاكل تاني يوم، يعني الواحد بيبقى صايم بيكون عايز اكل صابح. بص بقى شكل الحواشي كده قدمت كله على بعضه، بجد شكله جميل. هروح اجيب العصير بقى، ما رضيتش اخلي ماما سحاره تعمل اي حاجه، يعني النهارده خدت اجازه كده، ومش عارف بقى ايه هتعمل فيا ايه، يعني بكره ان شاء الله لما اجيب لها حاجه. وزي ما انا قلت لكم محدش ينسى تحت في التعليقات انزلوا قولوا لي حاجه بسيطه كده اراضي بها ماما سحاره بكره، وتكون مبسوطه بيها، يعني تنزلوا تقولوا لي تحت في التعليقات، لان انا هستنى تعليقاتكم كلها والله في الفيديو ده. وماما سحوره بقى ايه كانت هي اللي عملت السلطه يا جماعه، وعملت كمان كانت هي عملت التمر، بس ما عملتوش بلبن، هي بتحبه قوي كده، يعني ماما سحوره بتحبه كده من غير لبن، عملته بميه اللي هو التمر بس بميه وشويه سكر وعلى كده، بس بلاه من الصبح، يعني بيفضل كده يوم كامل عشان البلح يطرى وكده. بدأت بقى كده ان انا اعبي العصير بقى علشان نفطر بقى، ما عادش حاجه عن الاذان يا جماعه، ما عادش حاجه عن الاذان. الوقت ده بقى كله بيساعد بعضه، انا قلت لهم محدش يساعدني، خليكي قاعده يا ماما حرة، لان انا مخلص بدري. لو متاخرين بتلاقي كله بيساعد بعضه. واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، وتصبحوا على خير، ومع السلامه. مع السلامه.